أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن تقوى الله نجاة وسعادة في الدارين. من يتق الله يرزقه سعادة الأبد ويبارك له في الأهل والمال والولد. أيها المسلمون، سنتحدث في هذه اللحظات المعدودات وفي هذه الدقائق البسيطة عن أعظم سورة في القرآن، عن أعظم سورة في القرآن. وهذه السورة العظيمة على قصرها
إلا أنها من عظمتها ومكانتها وفضلها لا تصح صلاة أي مسلم إلا بها. إنها سورة الفاتحة. نعم، هي ركن من أركان الصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا أراد المسلم أن يصلي لله وأن يناجي الله فريضة كانت أم نافلة فعليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ثانياً، من فضائل هذه السورة أنها أفضل سورة كما قلنا في القرآن العظيم. روى الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثالثاً، من فضائل سورة الفاتحة أنها السبع المثاني التي قال الله عنها: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم. قال العلماء: وهناك تفسير لكلمة المثاني، لماذا سميت بالمثاني؟ قيل: لأنها تثنى أي تقرأ في كل ركعة، كأنها تعاد في كل ركعة أنت تقرأ سورة الفاتحة فسميت بالمثاني. وقيل: لأن العبد إذا قرأ سورة الفاتحة أثنى على ربه، لأن فيها ثناء وتمجيد. وقيل: لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم استثنيت بهذه السورة، فلم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فلهذا سميت بالمثاني. روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رابعاً، ومن فضائلها أيضاً أنها جمعت بين التوسل إلى الله بالحمد والثناء على الله وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين. فأنت تقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله كما في الحديث يقول: حمدني عبدي. فتقول: الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي أو مجدني عبدي. فيقول إياك، فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأول الحديث كما في الحديث القدسي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
ثم ساق الحديث: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. خامساً، ومن فضائلها أيضا أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية يعني أن الله رب العالمين، وهو مدبرهم وهو الذي يدير الكون، هذا اسمه توحيد الربوبية. والمشركون في عهد محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يشهدون أن الله رب، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم كانوا يعترفون بأن الله هو خالقهم، ولكن كانوا ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى لا يصلون لله، لا يعبدون الله. فهذا كان محور الخلاف بين المسلمين وبين غيرهم، وإلا فهم معترفون بأن الله هو الذي خلقهم وهو مدبر الكون سبحانه. فاشتملت سورة الفاتحة على قصرها على توحيد الألوهية والربوبية كما قلنا، والأسماء والصفات، في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين. فقوله لله هو اسم الله الجامع ذو الألوهية الجامع لجميع الأسماء والصفات، وهو الله، اسم لفظ الجلالة الله. إذن هذا توحيد الألوهية. 2، توحيد الربوبية: الحمد لله ربي. قولك ربي هذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فمذكورة في قوله الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهل الاسم مشتق من الصفة أم العكس؟ هذا ليس مجالنا هنا، ولكن مجالنا أن نبين أن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. ويجوز أن تقول فلان رحيم أو أنت رحيم، جائز، لكن لا تقول فلان رحمن، لأن الرحمن على صيغة فعلان فيها مبالغة ولا تكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. أما البشر فيمكنك أن تقول لهم أنت رحيم وكذا وما إلى ذلك. سادساً، ومن فضائلها أنها اشتملت على شفاء القلوب والأبدان. فأما القلوب فإن اعتلالها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان وهما الضلال والغضب. فأما الضلال فنتيجة فساد العلم، لأن في آخر السورة مكتوب ولا الضالين، ولا الضالين، لأن علمهم فسد فكانوا ضلالا فانحرفوا فسماهم الله ضالين. وأما الذين عبدوا الله وهم يعرفون أنهم منحرفون وعندهم علم فسماهم الله مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من الغضب والضلال. وأما شفاء الأبدان فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مروا على حي من أحياء العرب، وهم كانوا ماشيين، رأوا أو قيل لهم هل فيكم من راق؟ يعني في أحد منكم يرقينا؟ لأنه عندنا سيد الحي لدغ، أصابته لدغة من حية أو عقرب الله أعلم، أصابته لدغة، فهل فيكم من شخص يرقي سيدنا؟ فتشاور الصحابة بينهم، فقال أحد الصحابة نعم، وكان لا يحفظ إلا سورة الفاتحة فقط، تخيل معي. لكن الإخلاص يصنع المعجزات، الإخلاص يصنع الكرامات. فقالوا هل فيكم راق؟ قالوا نعم، فرقاهم فشفي سيد الحي لأنه رقاه في سورة الفاتحة. والعجيب في الأمر أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يعلم أن الفاتحة رقية، بس يحفظها
يحفظها نعم، لكن لا يعلم أنها رقية. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل بينهم وبين سيد الحي وقومه، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ يعني فعلا أنت أصبت ووفقت، هي رقية بالفعل، عليه الصلاة والسلام. فحري بنا أيها المسلمون إذا أصابتنا علل أو أمراض نلجأ إلى الله قبل أن نلجأ للمستشفيات والمستوصفات. نلجأ إلى الله. ارقي نفسك يا أخي، ارقي نفسك. ووالله أن القرآن شفاء في الحالتين، شفاء للقلب وشفاء للبدن، حتى من علل البدن. ارقى نفسك في الصباح والمساء، أذكار الصباح وأذكار المساء، آية الكرسي، أذكار الصلاة، حافظ عليها، هذه تحفظك من العين، من المس، من السحر. ارقي نفسك، فعلاجك بيدك، وتحتاج إلى أن تخلص ولا تحتاج أحدا بعد ذلك. سابعا من فضائلها أيضا أنها اشتملت على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، فهي ردت على اليهود والنصارى. فاليهود عندما عبدوا الله وعندهم علم، لكنهم انحرفوا وهم يعلمون، فسماهم الله، فأطلق عليهم الله وصف المغضوب عليهم. والنصارى عبدوا الله على جهل، فأطلق عليهم لفظا أخف وسماهم ضالين. الضال الذي لا يعرف الطريق أين يمشي، فسماه ضال، كأنه ضائع تائه يحتاج إلى من يرشده، إلى من يقوده، إلى من يدله، فسماهم ضالين. ثامنا ومن فضائلها أنها تضمنت جميع معاني الكتب المنزلة، واشتملت على أنفع الدعاء في سؤال العون على مرضاته: إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم هنا الضمير في قوله إياك، كان يمكن أن يقول نعبد إياك ونستعين إياك، لكنه قدم إياك في أول الآية، إياك للحصر والقصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك، لا أحدا غيرك، لا أحدا غيرك يستحق أن نعبده أو أن نستعين به. وبالجملة أيها الأحبة، فسورة الفاتحة مفتاح كل خير وسعادة في الدارين. ونختم هذه الفضائل المختصرة بكلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يقول: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والحزن والخوف لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه، يعني أنه يعرف كيف يرقي نفسه عندما يمرض. هذا معنى قوله وأحسن تنزيله على دائه، أو تنزيلها على دائه، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك، إلى أن قال رحمه الله: أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما قد سمعتم، وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Cari fratelli, la lezione di oggi in questa nostra preghiera congregazionale, una lezione che apre la nostra mente verso il nostro rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala, affinché Allah subhanahu wa ta'ala possa compiacersi di noi e darci la possibilità di essere tra coloro salvati e a coloro verrà dato inshallah insieme il paradiso eterno. Cari fratelli, tutti noi sappiamo che la nostra preghiera non può essere considerata preghiera, non può essere accettata se non si iniziasse con l'apertura del Quran al-Karim.
L'apertura del Quran Karim, che sarebbe il Fatiha, venne chiamata Ummul Quran, la madre del Quran Karim, la madre del sublime Corano. Al-Fatiha, l'apertura, colei che apre la nostra mente, il nostro cuore, il nostro cammino verso Allah subhanahu wa ta'ala, venne insegnata a tutti noi affinché possa essere il nostro rapporto continuo con Allah subhanahu wa ta'ala. Questa sura di 7 versetti venne chiamata Ummul Quran perché comprende tutto quello che relaziona l'uomo, lo schiavo, con Allah subhanahu wa ta'ala. Nel nostro rapporto con Allah è un rapporto nel quale ammettiamo che noi senza Allah subhanahu wa ta'ala non possiamo essere tra i salvati, e senza questa sura non possiamo relazionarci con Allah subhanahu wa ta'ala. Nell'iniziare con Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nel Hamd sarebbe il ringraziamento che noi ammettiamo nel nostro rapporto con Allah. Noi siamo coloro che si avvicinano a Allah dall'inizio, nel ringraziare di averci creato su questa terra affinché possiamo dalla terra tornare verso il paradiso. Si narra che a Tirmidhi, su quello che ha riportato Abu Huraira, su quello che ha portato Rasul sallallahu alaihi wasallam come risposta di Ibn Ka'b, disse: non vi è una sura simile in tutti i rapporti con Allah subhanahu wa ta'ala, il creatore, dall'inizio dell'umanità. Non venne menzionata una sura eccellente dove è stata scelta per i musulmani, a differenza degli altri rapporti con Allah subhanahu wa ta'ala, dalle altre giurisprudenze, né per gli ebrei, né per i cristiani, né nel Zabur venne dedicata a noi questa sura, dove noi ringraziamo Allah, dove noi ammettiamo il nostro rapporto con Allah, dove noi riconosciamo ad Allah subhanahu wa ta'ala i suoi aggettivi qualificativi. Quando noi diciamo a qualcuno che è gentile, può essere anche avvicinato con termine qualificativo come Rahman, ma non può essere Ar-Rahim, che è il superlativo del misericordioso, dedicato solo ad Allah subhanahu wa ta'ala. Noi nel nostro rapporto con questa sura ammettiamo che Allah subhanahu wa ta'ala, a Lui e solo a Lui ci sono questi aggettivi qualificativi di supremazia di Allah subhanahu wa ta'ala, dell'eccellenza di quello che è il creatore e quello che ha donato a noi musulmani questa sura. Basterebbe a un musulmano imparare una sola sura di 7 versetti, unica in quello che ha dedicato Allah subhanahu wa ta'ala all'umanità, affinché sia l'eccellenza del musulmano. Quando Allah subhanahu wa ta'ala menziona gli altri che hanno avuto dei rapporti con Allah subhanahu wa ta'ala, anche nell'ammissione che Allah è il creatore, possono anche deviarsi e vengono chiamati al-maghdubi alayhim, che sono gli ebrei che hanno ammesso che Allah è il creatore ma si sono deviati, e ai cristiani che hanno ammesso pure che Allah è il creatore ma si sono persi, sono dhalim, sono persone che hanno perso il cammino verso Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala l'ha lasciato a noi una possibilità, una sola sura di 7 versetti. Beato colui che li ha insegnato ai suoi figli, perché è lì che è la trasmissione della nostra fede, e beato che lui che ha potuto insegnare al figlio questa sura, perché senza questa sura nessun rapporto si possa avere con Allah subhanahu wa ta'ala. E in più, per rendere eccellente questa sura, che venne chiamata As-Sab'u al-Mathani, 7 versetti mateni, per colei che ammette, colei che accetta di dedicarsi il nostro rapporto con Allah come l'elevazione di questo rapporto, e dove noi ammettiamo l'eccellenza di Allah subhanahu wa ta'ala, e che può essere anche la formula esatta, speciale, affinché Allah subhanahu wa ta'ala possa lavarci la nostra mente, il nostro corpo dal dolore e dalla malattia. A uno dei compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam, nel camminare per
per i villaggi vengono chiesti a loro se c'è una possibilità di avere qualcuno che possa alleviare il dolore di un loro maestro, e lì basta con la ripetizione, con la dedizione di questa sura ad Allah subhanahu wa ta'ala affinché possa alleviare il dolore. Fu salvata la possibilità a questa signora, fu data a questa signora di essere guarito, ed è la formula della Ruqya. Basta una sura sola per iniziare il nostro rapporto verso la guarigione. Quando noi riconosciamo questa sura, questa eccellenza, è la guaritrice delle nostre anime, la guaritrice del nostro corpo, la guaritrice della nostra fede verso Allah subhanahu wa ta'ala. Cari fratelli, 7 versetti di una sola sura, di una sola che tutti noi sappiamo, ma acclude e comprende tutta la nostra fede nella missione, nell'accettazione e nella gratificazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه أيها المسلمون. أختم خطبتي هذه بنقطتين فقط للتنبيه حولهما. الأولى، كيف أن تكون داعية في عملك. بعض الناس ربما يفهم أن الداعية لابد أن يكون خطيبا أو إماما أو مفتيا. نعم، ذلك حاصل، لكن أنت كمسلم أنت داعية في عملك، بأخلاقك أنت داعية في عملك، بصدقك أنت داعية في عملك، بحسن تعاملك مع الغير أنت داعية في عملك، حتى يعرف الناس هنا أن هذه أخلاق المسلمين، فيهم من الصدق ومن الوفاء ومن الوضوح والشفافية ومن حفظ الأمانة ومن الأخلاق والابتسامة، فيقولون والله إن هذا دين عظيم. أتمنى من كل أخ ومن كل مسلم موجود هنا أن تكون داعية في عملك، داعية إلى الله في عملك، في السوق، في المحل، في الجامعة، في المدرسة، في المول، في أي مكان. كن داعية إلى الله وأنت مكانك، ما في عليك تكاليف ولا في عليك شيء، وأنت في مكانك بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالأخلاق الحسنة، حتى يعرف الناس أن هذه أخلاق الإسلام فيهتدون إلى الله على يديك. ليكن حسك حاضر وقلبك تواب إلى أن يسلم على يديك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. النقطة الأخيرة التي أختم بها، تربية الأبناء والبنات أمانة في أعناقكم، لأن المجتمعات تختلف والثقافات تختلف وأنتم تعلمون. هذا ليس مجتمعا إسلاميا صافيا 100%، فيه وفيه، وعليه المسؤولية على عاتقكم أعظم على الآباء والأمهات. كل واحد منا عنده أولاد يحرص عليهم، سواء كأب أو كأم، تحرص على أولادها وبناتها، تسأل تكون حريص عليهم، ما الذي يعملون، ما الذي يقولون، أين يذهبون، أين يأتون، احرص على أولادك. والله يا إخواني إن أعظم ثمرة في الدنيا هي الأولاد. ليس هناك نعمة أعظم من هذه بعد نعمة الإسلام. ولدك أعظم لك من الدنيا وما فيها، وهو رأس مالك الحقيقي. ابنه بناء إسلاميا صافيا، علمه الأخلاق الإسلامية، علمه المسجد، سجله في حلقات التحفيظ، مره أن يحافظ على الصلوات. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر زوجتك، أبنائك، بناتك أن يصلون ويحافظون على الصلاة، أنت مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فأتمنى أن تحافظوا على هاتين النقطتين. كن داعية إلى الله في عملك بأخلاقك فقط، بأخلاقك وصدقك وحسن تعاملك وأمانتك. 2، حافظ على أبنائك وبناتك من الضياع، حافظ عليهم وأمرهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه عموما، ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وعلى جميع الصحابة والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا واكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم أغننا واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا دعاة إليك في كل مكان. اللهم اجعلنا داعين لدينك في كل مكان ومن أي مكان. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وتجاوز عنا ما كان سيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر وارحم ووفق من كان سببا في هذا المسجد وفي اجتماع الناس وسعى إلى ذلك وتابع بعد ذلك، سواء كان ماديا أم معنويا. اللهم اخلفه في أهله خيرا، ووفقه لكل خير، واجعل ذلك في موازين حسناته يا رب العالمين، ووفقنا وإياه لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.